بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، جلسة موفقة على الجميع. النهاردة جلسة يوم الخميس 24/10. آه، برضو نبص يعني نفس البداية بتاعت امبارح اللي ابتديتها. هو المؤشر عمل ايه امبارح؟ لا، هو ما عملش حاجة. فنفس القصة برضو النهاردة. امبارح المؤشر عمل ايه؟ لا، ما عملش حاجة برضو. شمعة عكس الشمعة بتاعت أول امبارح. الاتنين شمعتين حمر صغيرين. التذبذب فيهم يعني او المدى بتاعهم قصير قوي. آه، كان عندنا انعكاس اللي هو اول امبارح، واتفقنا الانعكاس هيجي بالصورة العرضية. كويس. الحد الأقصى ليه من فوق المستويات 30 460. طلع جاب لغاية تقريبا يعني كسرناها في النص ووصلنا لل 588، وبعدين رجعنا تاني. في ذبذبة. الذبذبة ضيقة. المدى بتاعها أصلا ضيق. حتى التريدة نفسها لو ما نحب نعمل تريدة في حاجة يعني بنلاقي إن المدى ضيق، باستثناء طبعا بعض الفلاتات يعني، او بعض الاسهم المعينه مش هندخل فيها. طيب يبقى احنا عندنا، طيب الدعم بتاع المؤشر النهارده هو مستوى ال 30 220، او لغايه مستوى ال 30 197، اللي احنا متفقين عليه ان ده الدعم الزمني بتاعنا. طيب من فوق برضو ما زالت مستويات ال 30 اسف 460. هو ده المستوى بتاع المقاومة. عندنا أول انعكاس زمني هيقابلنا هيبقى يوم 1 نوفمبر. برضو مش شايف يعني أنا نوهت امبارح على الجزئية الخاصة بالمستهدفات السحيقة دي. لا، مش يعني ما زلت مش شايفها. امتى اقولها لما نكسر ال 29235 لتحت. وبإحدى الطرق المؤكدة كمان، لأن التارجت هيبقى بعيد قوي. فهو يعني صعب إن أنا أتنبأ بيه، أو صعب إن حد يعني يتنبأ بيه. على أي الأحوال إحنا الاستراتيجي في الوقت الحالي هي متجهة. اللي بشتريه ببيعه، واللي ببيعه بشتريه لحين إشعار آخر. نتابع أسهمنا. مش هقدر أدخل أسهم جديدة. خلينا مثلا نبتدي براسكم للفنادق من الناحية الزمنية. للفنادق والتنمية، واتكلمنا عليها امبارح. جت من عند مستويات المقاومة اللي احنا كنا متفقين عليها 13 40 13 37 في الحتة دي، وابتدت تجني أو مش بتجني، ابتدت تنزل. ما زالت طالما هي فوق رقمين. الرقم الأولاني بتاعها اللي هو دعمها النهاردة ال 1280 كده. دي مستويات شرائية. يليه مباشرة ال 12 51. كويس. وال 12 32. دول الثلاث مستويات اللي ممكن يظهر فيها المشتري او الملاحظ على السهم ده ان المدى فيه واسع جدا. يعني بمعنى ببساطة شديدة يعني الفرق ما بين الهاي واللو بتاعه بيبقى بعيد قوي عن بعضه. هو سلوكه كده يعني، هو السهم سلوكه كده. دي مش حاجة كويسة ومش حاجة وحشة. كويس. يعني ناخد مثال كده. آخر 3 أيام مثلا هنلاقي عندنا الهاي بتاعه كان 12 70، اللو 12 16. أول امبارح كان 13 40، اللو بتاعه 12 66. امبارح نفسه 13 35، الهاي اللو بتاعه 12 78. فده يناسب شوية الناس اللي هي بتحب المفاجآت يعني. كويس. طيب يبقى احنا عندنا كده، احنا اتكلمنا على دعومه، نتكلم على مقاوماته. 13 4، 13 31 دي المستويات
مستويات المقاومة عندنا انعكاسه إن شاء الله هيبقى يوم 25، ده هيبقى موافق الجمعة اللي هو بكرة يعني. فهو حاجة من اتنين، يا النهاردة يا يوم الحد، غالبا هيبقى يوم الحد. بلتون امبارح الحقيقة يعني برضو من الأسهم ماشية بهدوء الفترة دي. كويس. دعمها النهاردة 2.96 ومقاومتها 3.6. هي قربت من مستويات الدعم المقاومة بتاعتها وابتدت تجني أرباح. كويس. ممكن يبقى التريدة بتاعتنا من 2.96 إلى 3.6. كويس. مرورا بمقاومتين في النص، التلاتة قرشين اللي هي كانت دعم امبارح، والتلاتة خمسة لغاية يوم 28 أكتوبر. ونشوف الانعكاس الزمني بتاعها هيبقى شكله ايه. بالم هيلز احنا كنا متفقين ان انا ما اقربش منها سواء بيعا او شراء غير لما تعدي مستوى ال5 جنيه و90 قرش. عدت ال5 جنيه و90 قرش، كان يعني فلتت من العقار، وصلت لغاية ال6.3 ورجعت تاني تحت ال5 جنيه و80 قرش. دي مش حركة، يعني الحركة دي الحقيقة مش ظريفة إنها تقفل تاني تحت المقاومة. عملت حاجة شبه الشوتنج ستار، فبالتالي يعني نخلي بالنا منها. لأن يعني الحركة اللي عملتها امبارح دي مش يعني مش حركة صحية، بالعكس. قد تكون حركة مباغتة لموجة تانية بيعية ممكن. عامة هي دعمها في حدود ال5 جنيه و60 قرش لغاية ال5 4.50. دي من المستويات الدعمية بتاعتها. مستوى المقاومة ما زال كما هو مستوى ال5.90. الشمعة دي تنتفي لو عديت من الهاي بتاع امبارح اللي هو عند مستويات ال6 جنيه و3 قروش. كويس. خلونا نتابع النهاردة. المفترض ان سير الجلسة النهاردة الطبيعي ان هو يفتح على هبوط او تريحة شوية لغاية المستويات الدعمية المحددة. ففي الحالة دي يبقى هحتفظ. كويس. لان المفترض ان هو في الحالة دي هيبقى النص التاني من الجلسة ان احنا هنعكس. لو ابتدينا على صعود يبقى التريد عكسي، يبقى هدخل بياع الأول، ولما الدنيا تهدى مرة تانية أبقى أدخل مشتري. كويس. أعتقد إن إحنا يعني غطيت كده تقريبا كل الأسهم اللي اتكلمنا عليها. مش هوسع الدايرة قوي. خلينا نتابع جلسة النهاردة لغاية يوم 1 نوفمبر، نشوف الدنيا هيبقى شكلها ايه بإذن الله. دي وجهة نظري في السوق المصرية، مبنية على أسس تحليل متعارف عليها وعلى سبيل الاسترشاد وليس على سبيل التوجيه ودون أدنى مسؤولية. تحياتي والدكتور سليم محمد جبر.